معاكم آية السيد، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الحوار والتواصل الفعال. التواصل الفعال مش بس مهارة، لكنه واحد من الركائز الأساسية في حياتنا، سواء في شغلنا، علاقاتنا الاجتماعية، أو حتى في الشغل وتعاملاتنا اليومية. ولو قدرنا نتقنه هنقدر نبني علاقات أقوى، ونقلل سوء الفهم، ونعزز التواصل مع اللي حوالينا بشكل أفضل. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. طيب إيه هو التواصل الفعال؟ التواصل الفعال ببساطة هو إنك تعرف تعبر عن أفكارك ومشاعرك بوضوح واحترام، وفي نفس الوقت تكون قادر تفهم اللي قدامك بنفس الدرجة، مش مجرد كلام وخلاص، لكنه عملية مكتملة ومتكاملة بتشمل حاجات زي الاستماع الفعال، التعبير بوضوح، استخدام لغة الجسد الصحيحة، اختيار التوقيت المناسب، تجنب الأخطاء اللي ممكن تضعف التواصل. أول وأهم حاجة الاستماع الفعال. في فرق كبير بين السمع والاستماع. السمع هو إن صوت حد بيكلمك بيوصل ليك، لكن الاستماع الفعال معناه إنك تركز في الكلام، تحاول تفهم معناه العاطفي، وتبين اهتمامك بالشخص اللي بيتكلم. طيب إزاي نطبق ده؟ لما حد يحكي لك عن مشكلته، بدل ما ترد عليه بكلام عام، جرب تسأله: ممكن تشرح لي أكتر عشان أفهم كل الجوانب؟ كمان استخدام الإيماءات وحركات الراس اللي بتدل على اهتمامك، زي إنك تهز راسك بالموافقة أو تبدي تفاعل مع اللي بيتقال. تاني حاجة التعبير بوضوح. التواصل الفعال بيعتمد على إن كلامك يكون واضح ومحدد، بعيد عن الغموض أو المصطلحات المعقدة اللي ممكن تسبب لبس. ناخد مثال عملي: بدل ما تقول لحد الموضوع معقد ومحتاج تفكير، ممكن تقول: أنا محتاج لتوضيح أكتر عن النقطة الفلانية اللي قلتها عشان أفهمها بشكل أعمق وأقدر أرد عليك. الفكرة هنا إنك تتأكد إن الشخص اللي قدامك فهمك بنفس الطريقة ونفس المعنى اللي إنت تقصده، وده جوهر التواصل الفعال. تالت حاجة التواصل غير اللفظي. لغة الجسد جزء مهم جدا في التواصل. ممكن تقول كلام معين لكن لغة جسدك تقول عكسه، زي هز الراس أثناء الحديث بيدل على التفاهم والاهتمام. ضم الإيدين أثناء الكلام ممكن يبين توتر أو عدم راحة حتى لو كلامك واثق. نبرة الصوت وحركات الإيدين بتفرق جدا في طريقة استقبال اللي قدامك لكلامك، فدايما خد بالك من لغة جسدك تكون متناسقة مع كلامك علشان الرسالة توصل بشكل مظبوط. رابع حاجة اختيار التوقيت المناسب. التوقيت المناسب في التواصل مش حاجة هامشية، بالعكس هو عنصر أساسي في نجاح العملية الاتصالية. مش كل وقت مناسب للكلام، ومش كل موقف ينفع يكون ليه نقاش. زي لو عندك موضوع حساس ومحرج تناقشه، اختار وقت يكون فيه الشخص هادي ومستعد يسمعك، مش وقت يكون فيه مضغوط أو مشغول. نفس الفكرة في الشغل، لما تحب تعرض فكرة جديدة، اختار التوقيت اللي الناس فيه مركزة وقادرة تناقش بشكل فعال. طب ايه الأخطاء الشائعة اللي بتضعف التواصل الفعال؟ في حاجات لازم ناخد بالنا منها علشان ما يوقعش التواصل في فخ الفشل، ومنها أول حاجة المقاطعة المستمرة. المقاطعة بتدي إحساس بعدم الاحترام، وبتخلي الشخص اللي بيتكلم يحس إنه مش مسموع أو كلامه مش مهم. فالأفضل إنك تسيب الشخص يكمل كلامه للآخر وبعدين تعبر عن رأيك. تاني حاجة الافتراضات المسبقة. لما نحكم على شخص أو موضوع قبل ما نسمعه كويس، بنكون بنحط قيود على فهمنا. ممكن يكون عندك صورة مسبقة عن إنه حد مش ودود مثلا، فده هيأثر على طريقتك معاه حتى لو هو في الحقيقة شخص لطيف. الأفضل إنك تدي لكل موقف أو شخص فرصة حقيقية بدون أحكام مسبقة.
طب إزاي نتواصل بشكل فعال في الحياة اليومية؟ في بيئة العمل، في الشغل، التواصل الفعال شيء مهم جدا، بيساهم في تحسين الإنتاجية، تقليل المشاكل وسوء الفهم، خلق بيئة عمل إيجابية بين الزملاء. وتاني حاجة في العلاقات الشخصية، في العلاقات التواصل الفعال شيء مهم جدا، وبيساعد في فهم احتياجات الطرف التاني، حل الخلافات بشكل ناضج، تقوية الروابط العاطفية. طب مثال على حل الخلافات، بدل ما تقول لشخص انت دايما بتتكلم بطريقة مستفزة، جرب تقوله الكلام اللي قلته حسسني بعدم الارتياح، ممكن توضح قصدك؟ الطريقة دي بتقلل المواجهة وبتفتح مجال للحوار البناء بدل التصعيد. يعني ركز على مشاعرك انت واللي انت حسيته بتجاه الموقف. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من رحلة سلام. مستنية تعليقاتكم واستفساراتكم، وقولولي ازاي بتقدروا تحققوا التواصل الفعال في حياتكم اليومية. ولو عندكم مواضيع عايزين نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية اكتبولي في التعليقات. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.